خلاص كده جاهز، وحانت بقى لحظة ان احنا نعرف رأي التنزانيين في اكلنا المصري كان عامل ازاي. المصري لازم يحط بصمته في اي مكان يروح، وانا في دولة تنزانيا طقت في دماغي اعمل لهم اكل من بتاعنا، وطبعا ما لقيتش احسن من المحشي عشان اعمله. قلت اللي خليني اعمل محشي يبقى اعمل ممبار. رحت طالعة على السوق، وفضلنا يا جماعة في جولة بحث عن حاجة المحشي. ده البتنجان اللي عندهم طبعا لا يصلح ابدا المحشي. ندور على الكرنب، لقينا هناك بيعملوا سلطة زي ما انتم شايفين كده، وبرده ما ينفعش للمحشي، فما كانش في حل قدامنا غير ان احنا نعمل ممبار. طبعا فضلنا بقى ندور على الخضره بتاعه الممبار، ما لقيناش ابدا. قلنا نجيب الاول المتطلبات بتاعه المحشي زي الطماطم مثلا، وزي الرز، وزي البصل، وزي الثوم، وزي بقيه الحاجات التانية. اخدنا جوله في السوق واحنا بندور على الكزبره والخضره، ما لقيناش. طبعا ده السمك اللي بيتباع عندهم. اشترينا شويه فواكه كده وحطيناهم على جنب، ورحنا عشان نفطر. وكلت اغرب فطار في حياتي، كان عباره عن فراخ مسلوقه وسمبوسه يا جماعه. ايوه، فطرت فراخ مسلوقه وسمبوسه، وكانت من احلى اصناف السمبوسه اللي كلتها في حياتي. والفراخ كانت بلدي وطعمها حلو قوي. رجعنا لقينا حاجتنا في نفس المكان، وبعد بحث طويل دام لاكتر من ساعه الحمد لله لقينا الكزبره. واتضح يا جماعه ان ازمه الخضره ازمه عالميه مش مصريه بس. الحبه دول كانوا حوالي 10 حزم تقريبا، عملوا حوالي 150 جنيه. يعني اللي يشوف بلوة غيره يا جماعة تهون عليه بلوته. الحبة دول جبناهم ب 150 جنيه. خدنا الخضرة وروحنا على البيت، وطبعا عملت خلطة عادية جدا ونزلتها لكم كتير قبل كده. وزي ما انتم شايفين رحت على طول حاطه المنكهات بتاعتي في الشوربه، سواء بقى ورق لوري او فلفل اسود او الحاجات الحلوه دي، وحطيت الممبار يستوي. وطبعا ما كانش فيه اسهل من كده. ما حدش يستغرب شكل الحلل ولا الانابيب، هي شكلها هناك كده وهو ده المتعارف عليه. وهناك يا جماعه بيطبخوا على الفحم، يعني احنا سلقنا بقيه الممبار على الفحم زي ما هتشوفوا كده، وحمرناه كمان على الفحم. هنا الممبار خلاص استوى، وكانت ريحته حلوه جدا. اي نعم كان ناقصه شبت ومفيش بقدونس، بس قلنا مش مشكله، اهو احسن من مفيش. زي ما انتم شايفين كده هناك زي ما قلنا بيطبخوا على الفحم، لان هناك ما عندهمش غاز طبيعي زينا ولا عندهم غاز بوتاجاز. بعد ما سلقته كده حبيت انكه الموضوع بشويه من النعناع، وما شاء الله خلاص كده جاهز. وحانت بقى لحظه ان احنا نعرف راي التنزانيين في اكلنا المصري كان عامل ازاي. طبعا انا هنا خلاص بقى ريحته حلوه قوي، والنعناع كده اداله لمسه كده فريش حلوه قوي. طبعا خدته ورحت جري على الحي اللي انا كنت موجوده فيه، وابتديت ان احنا ننده الاطفال عشان نعرف رايهم في الاكل. وكان معايا المرافق اللي معانا بيتكلم لغه عربيه فصحى، والتعامل معاه كان لازم يكون باللغه العربيه الفصحى. قلت له قول لهم ان ده اكل مصري واحنا عايزين نعرف رايهم فيه. اخبرهم يا علي ستذوقون طعام مصري لاول مره. Onja chakula cha Kiarabu cha Misri mara yenu ya kwanza kwenye maisha yenu, sawa? بصراحة كان عاجبهم جدا، وابتدوا الولاد ياكلوا وينبسطوا. وكمان اخدته الاكل، يعني انا هنا كنت في المكان اللي انا كنت فيه، خدته كمان وطلعنا على المكان اللي كان فيه المزرعة، وهتشوفوا كمان رأي الولاد اللي كانوا موجودين. كانوا مبسوطين جدا وكانوا انبسطوا. واكتشفت حاجة مهمة جدا بعد آخر اليوم، ان هم لو كلوا اي حاجة حتى لو كلوا طوب يا جماعة هينبسطوا وهيعجبهم جدا الاكل، لان ببساطة الاكل هناك تقريبا شبه شحيح. وطبعا هلاقي اللي يسألني ويقول لي جبت الممبار منين. هقول لكم انتوا ناسين ان انا اصلا كنت في ضيافة مؤسسة نشاطها قائم على الاطعامات والعقائق والنذور والذبايح. ففي اخر اليوم بعد ما وزعنا الذبايح اتبقى كميه محترمه من الممبار، وزعنا اللي وزعناه والباقي انا اخدته، من باب ان انا اعمل لهم حاجه حلوه ادخل على قلبهم بيها السرور. لان الناس دي سابوا فيا اثر حلو جدا من كتر الرضا والقناعه والبساطه والطيبه اللي كانت موجوده في نفوسهم. وعلشان كده انا كنت مبسوطه قوي 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 وانا بعمل لهم الحاجه دي بايدي. ورد فعلهم كان اكتر حاجه فرحتني، رغم ان انا عارفه ان اي حاجه كنت عملتها لهم حتى لو كان شويه رز بملح كان هيبسطهم، بس الفكره ان انا تعبت عشانهم ده كان مفرحني في حد ذاته. عايزه اقول لكم على نبذه بسيطه جدا عن النشاط اللي بتقدمه المؤسسه. زي ما انتم عارفين ان هم بيقوموا بعمل الاطعامات والعقائق والنذور والصدقات، وبيقوموا بكل حاجه عنكم وانتم قاعدين في مكانكم. هم بيعملوا كل حاجه، والاسعار بتاعتهم حلوه جدا وارخص من هنا بكتير. يعني الماعز هناك ب 1700 جنيه بالاطعام، والخروف ب 2000 جنيه بالاطعام، والبقره ب 11000 جنيه بالاطعام. يعني الحمد لله بقى ميسر ليكي جدا ان انت تعملي عقيقه لابنك او بنتك، او اطعام او صدقه عن والدك او والدتك زي ما انا واخواتي عملنا. لو شايفه الفكره حلوه وعجبك الفيديو يا ريت ما تبخليش عليه باللايك والشير، واتمنى لك كل خير. وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.